وعلشان بقى أنا صيفت كذا مرة في الساحل، تعالى أقول لكم على خلاصة تجربتي. يلا بسرعة تعالوا نبتدي الفيديو. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فاطمة، بعمل فلوجات وريفيوهات كتير أكيد هتفيدك. مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم وهنعمل ريفيو عن قرية ريماس، الكيلو 79، قريبة جدا من مول زهران، وكمان قريبة من مارينا. تعالى أقول لكم كل حاجة عنها، نعرف كل حاجة عنها ونعرف مميزاتها وعيوبها بكل صراحة. يلا بسرعة تعالوا نبتدي الفيديو. مبدئيا كده احنا مش دخلنا من البوابة الأولى، احنا دخلنا من البوابة التانية. وبعدين مشينا تقريبا 70-80 متر كده، وبعد طبعا بالعربية، وبعدين نزلنا عند الشاليه. بالظبط ده الديزاين بتاع الشاليهات، ده بيبقى شكلها. هوريها لكم برضو من جوه وهنعرف كل حاجة عنها. وكمان هي عبارة عن 3 أدوار، الشاليهات عبارة عن 3 أدوار، والدور بصراحة في شقق كتير جدا أنا ما عديتهاش بصراحة. وفي اسانسير كمان صغنون كده. لو مش عايزه تطلعي على السلم تقدري تطلعي على الاسانسير، او تحطي الشنط في الاسانسير وتطلعي انتي على السلم عادي جدا. فبصراحه هم موفرين الحته ديت، يعني مش هتتعبي خالص. تعالوا بقى ندخل على الشاليه ونشوفه. الشاليه ده عبارة عن أوضتين، والميزة بتاعت الشاليه ده بقى إن هو كله مكيف، ودي كانت ميزة رهيبة بصراحة. ده الأسانسير الصغنون اللي أنا قلت لكم عليه، وحمولة فرد أو فردين أو نحط فيه الشنط. تعالوا بقى ندخل الشاليه ونشوفه. مبدئيا اول ما بندخل بيبقى ده الحمام، وحجمه معقول. وبعدين هنمشي في الطرقة، وبعدين دي اول اوضة، وبيبقى موجود فيها سريرين ومراية. وعلى فكرة المراية دي مهمة جدا، وفيها كمان تكييف، وفي كمان مروحة، وكمان في دولاب علشان نحط فيه الهدوم. الأوضة متوسطة، حجمها متوسط. دي الأوضة التانية، برضو بيبقى فيها تكييف وفيها مروحة وفيها سريرين وفيها برضو دولاب علشان نحط فيه الهدوم، وفي كمان مراية، وبرضو دي ميزة حلوة أوي. ميزة بقى الشاليه ده ان هو مجهز من كل حاجة حرفيا، انت مش هتحتاجي انك تجيبي اي حاجة نهائي. اولا بيبقى موجود فيه ادوات المطبخ عادي جدا، يعني انت مش اكيد مش هتشيلي طاسة، اكيد مش هتشيلي حلة، موجود فيه كل الكلام ده. بس قبل ما اكلمكم عن الشاليه، تعالى اوريكم الفيو التحفة اللي انتوا شايفينه ده. اولا هو بتبقي شايفه الجنينه من تحت، وبعدين لكل شاليه موجود حمام سباحه، بس احنا الحمام السباحه بتاعنا كان فيه مشكله. فكنا بنروح حمام سباحه تاني. هو اصلا القريه مليانه حمامات سباحه. موجود كمان تلفزيون، تلاجة، غساله، ميكروويف، كاتل، مروحه. برضو الريسبشن بره كان برضو مكيف، وكمان كان في كنبه تتفرد سرير، وفي ديسبنسر. يعني بصوا الشاليه مجهز بصراحة من كل حاجة. وكمان في ترابيزة ان احنا ناكل عليها، وكمان حاطين لك كراسي خشب او كراسي بلاستيك، علشان لو جيتي من البحر او البول او كده، يعني يفضل انك ما تغرقيش الكنبة، فبتقعدي على الكراسي الخشب. طيب وبيديكي بقى السمسار او الاونر، بيديكي الكارنيه ده اسمه الاي باص. ده بتدخلي بيه الشاطئ. طبعا موجود عليه تعليمات، يعني يستحسن انك تقريها. اقروا انتوا بقى براحتكم. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. دلوقتي بقى احنا رايحين الشاطئ. بالظبط الشاطئ بيبعد عن الشاليه بالظبط ب3 دقايق بالعربية، و7 أو 8 دقايق مشي. واحنا بقى ماشيين رايحين على الشاطئ بنمشي على فوم كده علشان ما نمشيش في الرملة، وبالصراحة دي سهلت علينا برضو، ان احنا لما بنمشي على الرملة المشي صعب جدا. فبالصراحة دي فكرة لطيفة، موضوع الممشى الفوم ده. اول بقى ما بتمشي فبتلاقي 2 قاعدين لك بيقولوا لك فين الاي باص علشان تدخلي الشاطئ. بصوا بقى الشاطئ التحفة اللي يجنن ده. هو بحر الساحل عامة تحفة. احنا في الساحل الطيب مش الساحل الشرير، بس هو كله بحر واحد، مش يختلف كتير. الفكرة في الاكتيفيتيز بس، عشان كده سموه ده ساحل طيب وده ساحل شرير. مش قادرة اقول لكم المية كانت حلوة ازاي، نظيفة ازاي، يعني بصراحة تاخد 10 من 10. المية كان لونها تحفة، بس وفي شهر 7 المية معقولة جدا، مش عالية أبدا. طبعا كانت في شهر 6 أنا روحتها، كانت الموج عالي جدا ومعرفناش ننزل. يعني نزلنا أول يوم أو يومين، وبعد كده معرفناش ننزل. طبعا بقى فيها كم حمامات سباحة مهول.
وكمان في موجود عليها الشلال ده، وفي الربع ساعة ب25 جنيه، دي الحاجة الوحيدة اللي يدفع فيها فلوس. في الشاطئ ما دفعناش فلوس، وكنا بناخد الكراسي اللي احنا عايزينها والشمسية اللي احنا عايزينها. على البول في الشلال ده، هو بس لو انت عايزة تركبيه يعني الولاد يركبوه، بالربع ساعة ب25 جنيه. وكمان في أقوى، هو عبارة عن لعبتين، هو زحلقتين. عايزة أقول لكم كمان حاجة مهمة قوي، إن كان على الشاطئ في كافيتيريا، ودي حاجة مهمة جدا لأن أنا رحت قرية تانية ما كانش في كافيتيريا، وده كان موضوع سيء جدا. وكمان كان موجود الدش اللي الولاد بياخدوا فيه شاور علشان يغسلوا نفسهم من المية المالحة. ده كان موجود برضو على الشاطئ، لأن برضو أنا رحت قرية تانية وما كانش موجود الدش ده، ودي كانت حاجة سيئة جدا. يعني أنا مش عارفة إزاي يعملوا كده. فبصراحة هم مهتمين بالكلام ده جدًا، وبصراحة قرية نضيفة جدًا، وحاطين حاجات إنها تلم الدبان وكده. هي كان في الدبان شوية بصراحة، بس كان حاطين هم حاجات وبيرشوا، كانوا كل يوم بيعدّوا يرشوا. بصراحة هم مهتمين بالنضافة كويس جدًا. ده بقى الأكوا اللي أنا قُلت لكم عليها، هي أكوا صغيرة، عبارة عن زحلقتين. وموقفين ولد كده علشان لو البنت وقعت والّا حاجة يمسكها على طول. طب في ناس بقى سألوا عن الactivity اللي موجودة على البحر. في زي ما أنتم شايفين كده بيتعمل حفلات على البحر كده. وكمان بيتعمل حفلات بالليل في الكافتيريا. بس بتبقى لذيذة جدًا. الكلام ده على فكرة ما كانش موجود في شهر 6، أنا رُحتها في شهر 6 ما كانش موجود، لكن في شهر 7 اشتغلت عادي جدًا، والولاد كانوا مبسوطين جدًا. بصراحة كانت حلوة أوي، وعملت mood حلو جدًا. طبعًا ما بتدفعيش ولا مليم على الشاطئ، إلا لو طلبتِ حاجة بقى من الكافتيريا. بصراحة ميزة القرية إنِّك ما بتدفعيش فيها ولا مليم لأي حاجة، ولا للأقوى. يعني أنا رُحت قرية كانت جنبهم، كنا بندفع للأقوى فلوس، وكنا بندفع في الشاطئ فلوس، رغم إن إحنا كنا واخدين الشاليه غالي. بس كنا بندفع له برضه عادي جدًا. بس بصراحة في قرية ريماس مش بتدفعي ولا مليم حرفيًا. حتى في كافتيريا موجودة هناك، ما قصدي سوبر ماركت، بتشتري منه كل حاجة وبسعر مش مُبالغ فيه. و وموجود فيه كل حاجة. ويعني بصراحة يعني السوبر ماركت اللي هناك ده أنقذنا. زي ما أنتم شايفين كده، في كمان مغني بيغني بالليل أهو على الكافتيريا، بيغني على الpool. طب يا ستي أنتِ بقى زهقانة من القرية، خلاص عايزة تخرجي، تعالي بقى أقول لِك تروحي فين. بُصّوا تاخدوا العربية بتاعتكم وتروحوا على مول زهران، قريب جدًا من القرية. مول زهران ده بقى فيه إيه، أولًا في زهران ماركت تقدري تشتري منه كل حاجات السوبر ماركت لو مش عايزة تشتري من السوبر ماركت الموجود في القرية. وبقى موجود فيه كَم محلات مهولة، وكَم مطاعم مهولة، وكَم ألعاب مهولة. أنا صوّرت لكم على قد ما أقدر. يعني لو أنتِ زهقانة من القرية وخلاص وعايزة تخرجي ومش عارفة تخرجي تروحي فين، ممكن تروحوا مول زهران، أو ممكن تروحوا فتح الله. برضه هتلاقوا برضه ده سوبر ماركت، وفي نفس الوقت برضه مكان مجمّع للمطاعم وللألعاب الكافتريات، ويعني ولامم كل البراندات. والميزة بقى بتاعة القرية إن هي قريبة من مول زهران، وقريبة من فتح الله، وقريبة من مارينا. وتقدري كمان ممكن تخرجي تروحوا العلمين، تروحوا تشوفوا أبراج العلمين، أو تروحوا شاطئ العلمين نفسه عايزين تغيّروا جو مثلًا. وكمان ممكن لو الQR code دلوقتي بقى موجود في كل حتة، إنِّك تقدري تدخلي أي بوابة. يعني الناس بقت بتعمل إيه دلوقتي، بقوا بيروحوا الساحل الطيب ده. وبعدين الساحل الطيب عشان سعره بيبقى أغلى شوية، وبعدين بقى معاهم QR code بتقدري تشتري من على النت ب100 جنيه، يعني مش رقم. وبتاخدي الQR code بتاع حد، وتقدري تدخلي بقى بوابة هايسندا، تقدري تدخلي بوابة مارينا، تقدري تدخلي بوابة أي حاجة. QR code بقى موجود في كل حتة، أمواج، أي حاجة كان موجود. زي ما أنتم شايفين كده بقى، أنا قاعدة بافرّجكم. ده لمّا كنا عند زهران. طبعًا الحاجات حلوة جدًا وتحفة جدًا ومميزة جدًا، بس الحاجات غالية جدًا يعني. هي بتبقى قطع مميزة بصراحة، بس الحاجات غالية شوية. ده بقى عند الكارتة، أو عند فتح الله. كل الكلام ده موجود عند فتح الله. موجود ألعاب، وموجود لأ، عند مول زهران هو اللي فيه السينما. لكن عند فتح الله لأ، ما فيش سينما. ده عند فتح الله. برضه المجمّع اللي زي ما قُلت لكم مطاعم وألعاب ومش عارفة إيه. موجود كل الألعاب اللي الولاد يلعبوها، واللعبة ب80 جنيه.
أي حاجة موجودة هناك، وهتخرجي وهتتبسطي، وفي نفس الوقت ما دفعتيش 100,000 جنيه في الليلة يعني. وتقدري كمان لو معاكِ QR code بيبقى في حفلات بالليل في مارينا، وفي حفلات في هايسيندا، تقدري تروحي المكان اللي أنتِ عايزاه. يعني الموضوع بقى أسهل مما نتخيل يعني. طبعًا بقى الولاد فضلوا يلعبوا كتير واستمتعوا جدًا، وعادي زهقتِ من القرية تخرجي، عايزة تقعدي في القرية هتلاقي حفلة. فبصراحة هي قرية لطيفة خفيفة على القلب كده. في نفس الوقت ما دفعتيش فلوس رهيبة، مش دفعتِ مثلًا 10,000 في الليلة والّا 20,000 في الليلة، ورُحتِ في المكان اللي أنتِ عايزاه. أنا بصراحة باحس إن ده تفكير ذكي يعني. مش لازم تقعدي في مكان يعني رهيب، وتصرفي كل ما تملكي وتبيعي كليتِك يعني. أنا شايفة إن بصراحة قرية لطيفة جدًا ولذيذة خفيفة على القلب كده. وأدّي لها يعني 9/10. يعني حلوة جدًا، وكفاية إن البحر بتاعها نضيف جدًا. وكمان الشاليهات نضيفة جدًا. بس، وبكده يبقى خلّصنا الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم على خير، وأشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني.